السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم حنشارك معكم وصفة صيفية فطائر اقتصادية يجو مشخشخين ومفرمجين كيما راكم تشوفوا، ويجو خفاف وبلنا البنة اكيد دايما تكون حاضرة. بيان سور كما تعرفوا في الصيف نحبوا حاجه خفيفه تديهم معاك للبحر، ولا يعني حتى لو كان تجي معشيه من البحر لهذيك العيا وديريهم في وقفه بعجينه ما تخمر ما والو. نبداو الوصفه على بركه الله. هنايا في مقله درت كميه تاع الزيت، درت هنايا كميه تاع الفلفل، كان عندي الاحمر والاخضر قطعتهم رقيق، راس تاع حار، درت هنايا حوالي حبه تاع بصل كبيره، قطعت كلش كيما راكم تشوفوا صغير، قليتهم، درت شويه تاع الملح، هذا الملح يعاوني بزاف باش يتقلاو لي يعني بالطبع. دونك كيما راكم تشوفوا قليتهم، غطيتهم، خليتهم يدبالوا شويه. من بعد هنايا كنت تاني قطعت واحد زوج حبات تاع الطماطم هكذا، قطعتهم رقيق واسترفشت عليهم واحد زوج سنينات تاع الثوم. هما تاني طوماطيش نخليها تتقلى، انا نحب الفلفل والبصل نقليهم وحدهم. من بعد باش نزيد الطوماطيش، ما تعرفوا الطوماطيش تطلق الماء ديالها هكذا باش لافاغس ديالنا تجي بنينه. كما تعرفوا اليوم قلت لكم اقتصاديه، يعني شتو يفرغ الفريجيدار وما كاش القضيان، يقعدوا لك هذوك راس تاع فلفل، حبه بصل هكذا. درت نص ملعقه تاع طماطم مصبره، درت غير راس الحانوت فقط. بقيت نقلي في هذيك الطماطم هكذا بالعقل، نغطيها ونخليها تكمل، يعني هذه الطوماطيش تطلق معها كل حاجه. انا هنا زدت غير شويه تاع الماء، وخليت كلش يعاود. لازم هاد الحشوه تكون ناشفه، ما يبقاش فيها السوائل. نروحوا نحضروا لاباط ديالنا. عندي هنا حوالي 2 تيسان تاع فرينه، بيان سور كل وحده دير على حسب هما شحال في العائله. انا درت كميه صغيره، راح ندير عليها ملعقه صغيره تاع الملح وملعقه صغيره تاع لا ليفور شيميك. لا ليفور شيميك تقدروا تستغناو عليها، انا جوست نديرها يعني باش الفطائر ديالي يجو خفاف، يجو هردا برك، يعني ماشي لازم. سينو قلت لكم هذه حاجه اقتصاديه، يعني راح نلايمها غير بالماء، ما راح ندير لا زيت لا حتى حاجه اضافيه، ويجو خفاف خفاف. والبنه يعني اكيد توجور نركزوا على البنه، اذا ما كانتش حاجه بنينه بيان سور ما راحش تنتكل. دونك كيما راكم تشوفوا بديت نضيف الماء تدريجيا. من بعد حطيت لاباط ديالي فوق البلون دو طرافاي، عجنتها هكذا حوالي دقيقه ولا دقيقتين حتى نشوف لاباط ديالي ولات شابه كيما راكم تشوفوا. من بعد نليمها وننبونيها. انا قسمتها هنايا كيما راكم تشوفوا لاباط صغيره، جاوني يعني حوالي 5، انا هنايا درت 4. من بعد راح نزيد نقص لهم هكذا باش ما يجوش كبار بزاف، كيما تقدروا ديروهم دي ميني يعني فطائر صغيورين هكذا يجوا شابين. مي كيما تعرفوا حنايا السخانه، وباش يعني نقصوا هذيك الوقفه في الكوزينه. بهذه الطريقه توجور نعاون روحي بالفرينه، نلوزهم بهذه الطريقه ونحطهم. انا هنايا راح ندير 5 خبزات، يعني هادو هكذا جاوني كبار. دونك هنا بعد ما بونيتهم نغطيهم جوست ما بيد، يعني ندير الطاجين ديالي، يعني ما راحش نخليهم يرتاحوا بزاف. هنايا بديت نحل في لاباط ديالي، نحل ونقلب هكذا باش تفتح لي يعني دائريه بهذه الطريقه. شوفوا السمك ديالها كيفاش يكون، يعني نحلوها رقيقه. هنا الطاجين ديالي كيسخن، نحط الخبزه ديالي جوست نشوفها بدات دير لي هكذا نبابل ولا نقلبها بهذه الطريقه. هنايا نجيب الحشو ديالي، بيان سور اللي حب تزيد فيه لا فيونداشي الطون، تحب تزيد البولي، يعني شوفوا كل وحده واش عندها في الدار. راني نقول لكم هاد الفطائر شتو الفريجيدار كيفرغ يبقاو هذوك الحبه حبه تقدري ديروا بهم الفطائر. انا هنايا زدت لهم البطاطا، كنت قطعتها دي مخصو صغار ديكاو وقليتها، درتها هكذا لداخل كيما يقولون زدتي بيها. وبيان سور لازم هذه يعني لازم باش يجوا مفرمجين اللهم عسلين لازم الفرomage. انا استعملت هنايا ميلونج بين الغوج فرomage روج والغرياغ، يعني يمدوا هذيك البنه. دونك كيما راكم تشوفوا، وبيان سور الفطائر ديالنا باش يتغلقوا لازم الفرomage. يعني هاد الحشوات اختياريه، تقدروا هنا تضيفوا الصوص فرomage، يعني كل واحد واش يحب. انا هنايا جوست حطيت الفرomage، نغلق على الفطائر ديالي بهذه الطريقه بكل سهوله، نحاول نضغط فقط
ونخليهم يعني حتى يتحمروا ويدوا لي هذاك سواء درتيهم في مقله عاديه ولا درتيها يعني في الطاجين يكون فيها هذا الخطوط، يعني تخلوها حتى تحمر الله الله. ويعني قلت لكم ديروها في وقفه، ما تديش كامل الوقت. حاولوا برك يعني مره على مره اني نضغط شويه هذا باش يدوا لي هذاك اللون. شوفوا كيف تحت الفطائر كيفاش مفرمجين الله الله. يعني الفرماج لازم هو اللي يخلي الفطائر ديالي يعني بنان. انا نكمل كامل الحبات ديالي بهذه الطريقه ونشوفوهم في الاخير. هنايا في الاخير شوفوا الفطائر ديالي بعد ما وجدتهم يجوا الله يبارك، يعني الحبه تشبع. شوفوا كيفاش يجوا الله الله مفرمجين. واش نقول لكم، شهيتكم في الجنه يا الغاليات. انا هنا نقسم معكم، هنا في الاول جاتني شويه سخونه، نقسم معكم باش تشوفوا كيفاش يجوا خفاف، ما يجوش معجنين، يجوا مفرمجين الله الله. شهيتكم في الجنه. وهنا اكيد كنت درتهم يعني كوصفه صيفيه، وبيان سور نديكم تحوسوا معايا ريحان بحر يعني هاد المره. دونك قلت نشارك معكم، علاش لا يعني تبحيره تاع الصباح والعومه تاع الصباح يعني وحدها، يعني غير اللي يعرف لها. دونك كيما راكم تشوفوا يعني صبحنا بكري، رحنا قلنا هذا الواحد يكون البحر مقيقي ما يكونش الغاشي. عبالكم ما تشتي هذيك العومه تاع الصباح ويكون هذاك البحر مقيقي الله الله، يرد الروح. يعني تشوفي من تحت تشوفي يعني يديك تشوفيهم، الرمل من تحت تشوفيه يعني ما شاء الله. دونك كيما راكم تشوفوا رحنا جوزنا هذاك لا جورني تاع هذاك اليوم. شاركت معكم هذه لقطات تتمتعوا معايا ولا تحوسوا، ولا يعني الواحد كيما يقولوا اللي ما خرج يشوف غير بعينه. هذه هي يا الغاليات. قولوا لي نتوما واش راكم مع هاد السخانه، راكم تخرجوا راكم تبحروا قاعدين في الدار كي حالتي غير كليماتيزور؟ قولوا لي كاش وصفات كاش ما راكم تطيبوا. يعني صراحه ما نكذبش عليكم، نهار تكون الحال شويه شويه الواحد يدخل هذيك الكوزينه يطيب. على بالكم مع السخانه نحبوا الحاجات الخفاف والحاجات اللي ما يشدوش الوقت في الكوزينه. سينو نهار تكون السخانه كيما يقولوا واحد يسلكها وخلاص. المهم كيما يقولوا الكرش ما تقرش، قد ما نشبعوها ما تقرش. هذه هي. دونك حبيت هكذا نشارك معاكم اجواء. ان شاء الله يكون الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم ونكون خفيف عليكم. اكيد اذا عجبكم الفيديو ماني بارطاجيو الوصفه هكذا بالا وعسى يعني كاش وحده تشوفها تجربها. وحده حصلت في العشاء في الفطور ديرها. بيان سور ما عليكم غير ديروا لي جام هكذا تزيدوا تحفزوني باش نقدم لكم لا فيديو. وبيان سور نقدم هنايا تحيه كبيره للناس اللي تخلي تعليقات محفزه وتسقسي عليا. يا ربي يخليكم ليا ان شاء الله، وربي يفرحكم تاني. انا جست تدخلوا لي تعليق ولا تدخلوا لي لو كان جام راح تحفزوني به. هذا ما كان سينو اللي تقول لي راني نشوف ما نديرش جام، انا نقول لك جام ديالك ما راح يزيد ما حينقص، غالبا قلبك ما عطاكش. انا نقول لكم في الاخير دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.